حد قاعد جنبك يا أنسة؟ بصيت له بقرف. اتفضل، الأتوبيس فاضي. طب بالراحة على نفسك. الله، ايه الأشكال دي يا ربي على الصبح؟ خلاص يا بنتي، صلي على النبي. ده كان كلام ست قاعدة على الكرسي اللي وراها، عليه أفضل الصلاة والسلام. بطلتنا بنت قصيرة، واللي يشوفها يقول عيلة في رابعة ابتدائي، بس هي في رابعة كلية. فضلت قاعدة ومش راضية تقعد حد جنبها. وهنا شاب ركب. ممكن تشيلي شنطتك؟ أنا حاجزة الكرسي ودافعة تمن، ارجع ورا. بصلها هو بغيظ ورجع فعلا. وهنا الست بصت لها بتعجب. انت يا بنتي حاجزة لحد؟ لا يا حاجة، أنا ما بحبش حد يقعد جنبي ويتلزق فيا، وبالذات البيه اللي بيقعد ولا كأنه قاعد في بيتهم. ضحكت الست عليها بمرح، وابتسمت البنت وبصت من الشباك واتنهدت بهم وهي ماسكة تليفونها. وبعدها فضلت تقرأ في رواية على الفيس. غمضت عينيها وهي بتتخيل في البطل. أيوة بقى، هي دي الرجالة ولا بلاش؟ مش اللي يسدوا النفس دول. انت يا شاطرة. فتحت عينيها بغضب وهي مستعدة تتخانق وتفرج عليها الأتوبيس كله. بس أول ما فتحت عينيها فتحت بقها كمان معاه. واه، كان قدامها شاب طويل عريض بعضلات زي الروايات ووسيم وشعره ناعم وبيشع نظافة. شدت شنطتها بسرعة ونفضت الكرسي. تعالى اتفضل، والله لو كنت أعرف كنت جبت معطر معايا. بصلها بذهول وقعد. الأتوبيس كله بصلها، وهي كانت بصة للوسيم ده ببقه مفتوح وانبهار. انتي لوحدك يا عسل؟